إن البوادر كلها تشير إلى أن مؤامرة خطيرة تحاك ضد اللغة العربية، تستهدف تصفية المكاسب التي حققتها خلال عقود الاستقلال في ميدان التعليم. كان أملنا بعد أن ألغى الرئيس اليمين زروال بارك الله فيه، بعد أن ألغى الرئيس زروال قرار تجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية أن تعرب إدارة الدولة، فتعود خطة تنميتنا إلى تطبيق سليم أي بلغة البلاد. لكن ما أن جاء العهد الجديد حتى جمد القانون واقعيا وعمليا بدون مرسوم، وصار المجلس الأعلى للغة العربية هيكلا ميتا، وبدل أن تعرب الإدارة يعمل الآن على فرنسة التعليم. فحتى الوئام الوطني الذي يقال عنه وئاما لا يمكن له أن ينجح مع ضرب اللغة العربية. لغتنا هي الخيط الذي ينتج الوئام المدني، الوئام الوطني، وأكبر عمل استيصالي هو التآمر على لغة البلاد. هذا ما ينبغي أن يدركه السادة المتحكمون في رقاب شعبنا. قد استأسد أيها الإخوة أعضاء اللوبي الفرنكوفوني في الأشهر الأخيرة وهم الضباع، فحولوا تلفزتنا إلى قناة فرنسية جديدة جديرة بأن تحمل اسم TV6. صارت الصحافة الفرنسية الصادرة ببلادنا تملأ الفضاء الإعلامي، وتغدق عليها أموال البلاد والعباد بلا حساب، في الوقت الذي تحجب فيه على الصحافة الوطنية. نعم، هي صحافة فرنسية صادرة في الجزائر وليست صحافة جزائرية ناطقة بالفرنسية. قد صارت أيها الأخوات والإخوة الأوضاع واضحة وضوح الشمس، ينطبق عليها قول الشاعر العربي: وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. المؤامرة اتضحت خطوطها، إنهم يريدون العودة بلغتنا إلى ما قبل 1954 وليس إلى ما قبل 1960. فلنوحد صفوفنا، نحن أنصار لغة الضاد ومناضلي حزب لغة القرآن الكريم لإفشال هذه المؤامرة. نحن على حق، لأننا ننشد إعادة الاعتبار للغتنا الذي عمل على طمسه الاستعمار، إعادة الاعتبار هذا الذي ضحى في سبيله الملايين من شعبنا في حروب المقاومة وثورة يوم نوفمبر. والذات لا تحرر إلا بتحرير الهوية من الفرنسة، فتحرير الذات هو جوهر الاستقلال والسيادة الوطنية، ولا استقلال بلا سيادة مطلقة للغة الوطنية على أرض الجزائر.